النهاردة هنسافر مع بعض 2000 سنة لورا على ضفاف النيل، ونقابل واحدة من أكتر الشخصيات اللي التاريخ ما قدرش ينساها، الملكة كليوباترا. مش بس ملكة مصر، دي ملكة الأناقة والإبهار والسيطرة بالفشل. يلا بينا، يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ أهلا بيكي في برنامجنا جنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. هي مين كليوباترا؟ كليوباترا السبعة، آخر فراعنة مصر. حكمت وهي عندها 18 سنة، لكن كانت أذكى بكتير من سنها. كانت بتعرف إزاي تستخدم جمالها، ولبسها ما كانش بس للظهور لكن للتأثير السياسي وكسب قلوب وعقول اللي حواليها. لبس كليوباترا كان مزيج بين التراث المصري القديم ولمسات رومانية عصرية وقتها. كانت بتلبس فساتين من الكتان الأبيض أو الذهبي ومطرزة بالأحجار الكريمة، وكل قطعة كانت بتحكي حكاية. التاج الفرعوني اللي بيرمز للحكم، الأجنحة الذهبية اللي كانت بتلبسها على كتافها كانت آلهة الحماية، الإكسسوارات التقيلة من اللازورد والفيروز اللي كانت جايباها من بلاد بعيدة. كليوباترا كانت أول أيقونة مكياج في التاريخ، الكحل الأسود اللي بيحدد العين على شكل جناح طويل، واللون الأخضر الملكي حوالين الجفون من حجر الملاخيت. كل ده كان له معاني حماية من الشمس والشر، مش بس للجمال. حتى النهاردة دور الأزياء العالمية بتستلهم ستايل كليوباترا، من الفساتين الذهبية للتسريحات الشعر المضفرة والكحل العريض. وأكيد في رودانيا ستايل نقدر نعمل قطع مستوحاة منها تحسس أي واحدة إنها ملكة زمانها. كليوباترا ما كانتش بس ملكة مصر، كانت ملكة التفاصيل. وكل مرة تفتكري إنها سحرت التاريخ، افتكري إن سرها كان إنها عرفت إزاي تحكي قصتها بالموضة، وإنتي كمان تقدري تعملي كده. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن كليوباترا. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد أنا مستنية رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومة كانت مفيدة ليكم ولا لأ؟ وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @رودانيا ستايل، وكمان زوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. استني الحلقة الجاية من شنطة فاشن رودانيا ستايل، يمكن نروح بلد جديدة أو نرجع لزمن تاني. وافتكروا دايما life is party, dress like it. Bye. Stop.